مبروك للمنتخب الوطني المغربي التأهل إلى دور الربع بعد فوزه على المنتخب الإسباني من ضربات الترجيح. مباراة كانت مباراة مثيرة وشيقة، مباراة صعبة للمنتخب الوطني نظرا لطريقة اللعب التي يلعب بها الفريق الإسباني، لكن المنتخب الوطني المغربي لعب بخطة الدفاع ثم الهجمات المضادة، ذلك نظرا لقوة المباراة وقوة الخصم كذلك. فألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي الذي شرف العرب وشرف إفريقيا بهذا التأهل التاريخي لأول مرة فريق عربي إلى دور الربع ويحجز مكانه مع الكبار. فألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي، وتحية كبيرة الحارس المغربي بونو الذي تصدى إلى ضربات الترجيح، فكان بذلك رجل المباراة بامتياز.